اتقوا الله يا خليجيين. يؤسفنا أن نرى ما يحدث في غزة وفي الأوطان العربية من المجاعات. المجاعة سوف تحل بكل العالم العربي، وأنتم تملون بطونكم وتنفقون أموالكم على الرذائل وعلى الألعاب التي لا تنفع أي أحد. مليارات وملايين أنفقت في أشياء تافهة. الآن حتى المواطن السعودي والمواطن الخليجي الآن يدخل على التيك توك ويقوم بنشر الرذيلة بدعمه للقنوات التي فيها الدعارة وفيها المجون. مؤسف ما يحدث الآن في هذه الأمة. الأموال التي جعلكم الله مستخلفين فيها هي أموال ركاز. نفط فيه زكاة ركاز، أين زكاتكم؟ ما يجوع فقير إلا بتخمة غني، وأنتم الآن أنتم الذين في تخمة كبيرة تشهدها الأمة لأول مرة. فتحت عليكم زهرة الدنيا فتهافتموها كما قال صلى الله عليه وسلم. ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى دينكم. لولا أن الله من عليكم في القرن هذا واكتشف البترول في أراضيكم لما خرجتم من الصحراء وما خرجتم من البادية وما علمتم ما علمتم الآن. الآن أصبحتم يعني خيرة العرب وخيرة الناس، لأن الله اصطفاكم لهذا. أنتم مستخلفين في هذه الأموال، هذه الأموال ليست حقكم. من يتكلم يقال له ما دخلك، أنا الأموال أنا سعودي أو هذه أموال سعودية، أو أنا إماراتي وهذه أموال إماراتية أو كويتي أو خليجي. لا يا سيدي، هذه أموال أمة، هذه أموال أمة تنفقونها كما شئتم وليس لكم حق فيها. دولة فضل الله عليكم في القرن هذا واكتشف البترول، لا ظللتم في البادية مع النوق والجمال. والآن وكأنكم يعني أصبحتم فلاسفة تفهمون في كل العلوم وتفهمون في كل الأمور. هذه زكاة ركاز، وجدتم نفط في بلدانكم فيها زكاة توزع على المسلمين بالسوية. كيف أنتم تأخذوا الأموال؟ والآن أخواننا في غزة وفي فلسطين وفي مصر وفي السودان وفي سوريا وفي العراق وفي الجزائر والمغرب، كل الدول العربية في مجاعة. كل الدول العربية يعني لم تجد يعني قوت يومها، كلهم فقراء، كلهم مساكين. المسكين في التعريف الفقهي هو الذي لا يجد قوت يومه. الآن هناك من الشعوب العربية الإسلامية من لم يجد قوت يومه، فعليكم بالرجوع إلى ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أدوا الأمانات إلى أهلها، لا ونشر الرذيلة. يعني استخلفكم الله في هذه الأموال ثم نشرتم بها الرذيلة في كل أنحاء العالم. يعني لما كنتم مستخلفين، لما كنتم أنتم أعطاكم الله هذه الأموال، يعني صارت ثورة دينية وقلت لا للشرك ولا للشركيات. والآن مجون، الآن مجون في بلدانكم وتصدرونه إلى البلدان الأخرى. أصبحتم يعني تشجعون على المجون. فنان يعني معتزل رحتوا جبتوه بيغني، عطيتوه كم مليار عشان يغني لكم. آخر كارير لاعب كرة قدم جبتوه عطيتوه كم مليار عشان يلعب. صورة بمليارات الدولارات رحتوا جبتوها